بيبدأ الفيلم ببنت اسمها جوردن بتكون واقفة على مسرح المدرسة وبتقدم عرض، لكن أصحابها بيتنمروا عليها، وبنعرف إن كل ده بيكون في الماضي سنة 1993 وقت لما كانت جوردن في المدرسة الإعدادية. أما في الوقت الحالي فجوردن قدرت تبقى رائدة أعمال مشهورة، والسبب في ده كان تنمر أصحابها الدايم عليها. في وقت العرض كانوا بيتنمروا على كلامها بخصوص التجربة العلمية اللي كانت هتعملها، والتجربة كانت عبارة عن إن هي بتقف عند نقطة معينة وبتحرك كرة ضخمة مربوطة بحبل، وبالفعل التجربة دي بتنجح لأن الكرة بتعدي من قدام وش جوردن بدون ما تلمسها. ساعتها كل الأطفال بينبهروا بيحيوها إلا بنت واحدة بس بتغير منها وبتقوم تمسك الكرة وبتحدفها عليها وبتوقعها من فوق المسرح. بعدها بتروح جوردن المستشفى تتعالج، وهناك ابوها وامها بيروحوا يواسوها لانها حزينه جدا بسبب اصحابها اللي بيتنمروا عليها. وساعتها ابوها بينصحها ان هي تتعلم وتكبر علشان تبقى رائده اعمال، وساعتها الناس هيحترموها لانهم بيخافوا من اصحاب الشغل. وفي الوقت الحالي بنكتشف ان جوردن عملت بنصيحه باباها وبيبقى عندها اكبر شركه تقنيه في السوق، وحياتها بتبقى اتغيرت 180 درجه، وكمان بقى عندها بيت كبير وابلكيشن من تصميمها، والابلكيشن ده بينفذ كل طلباتها وبيسجل لها مواعيدها. لكن رغم ان حياه جوردن اتغيرت الا ان شخصيتها اللطيفه دي بتختفي، وده بيبان لما بتقوم من النوم وبتغضب لمجرد ان هي لقت الشبشب بتاعها متحرك سنتيمترات بسيطه من مكانه، وفورا بتؤمر الابلكيشن يتصل بابريل للمساعده بتاعتها. وفي الوقت ده ابريل بتكون بتعمل مديتيشن عشان تبدا يومها بهدوء وتقدر تستحمل ضغط جوردن عليها، وبعدها بثواني بتتوتر لما بتشوف اتصال جوردن، بتجري على التليفون وبترد، لكنها بتتفاجئ ان جوردن متعصبه جدا علشان الست اللي نظفت البيت حركت الشبشب من مكانه. طبعا ابريل ما بتقدرش تقول لها ان هي تافهه وبتفضل تجاريها في الكلام لحد ما جوردن بتتعصب اكتر وبتجبرها تروح الشركه، فبتقفل الخط وبتنزل تركب العجله بتاعتها وبتتحرك بسرعه لحد ما بتوصل الشركه. وقبل ما توصل الشركه بتروح تشتري كيك من واحد بيبيع كيك قدام الشركه، وساعتها بتلاقي بنت ستيفي بتعرض الحيل السحريه بتاعتها قدام الموظفين. وهنا بتعرف ابريل من ابوها ان هي رفضت تروح المدرسه علشان اصحابها بيتنمروا عليها، فبتتاثر ابريل بكلام ابو ستيفي وبتروح تتكلم مع ستيفي وبتقعد تهزر معاها. وقتها ستيفي بتقرر تعمل لها خدعه سحريه بالعصايه بتاعتها، وبتقدر تحول عمله معدنيه لربع دولار، وساعتها ابريل بتشجعها وبتكون سعيده جدا باللي بتعمله ستيفي. لكن فجاه بتلاقي جوردن بتتصل بيها عشان تظبط لها ميعاد مع واحده اسمها ايمان، وساعتها جوردن بتتفاجئ ان حبيبها تريفور لسه موجود في البيت، وفورا بتقفل الخط مع ابريل وبتروح جوردن تزعق لتريفور علشان هو لسه موجود، وبتتضايق لما بتعرف ان هو معاه نسخه من مفتاح البيت، فبتشده وبتطرده بره البيت وبتنبه عليه ما يجيش تاني غير لما تكلمه. فبيوافق تريفور وبيمشي، لكن بشرط ان جوردن ترقص معاه، فبتضطر ان هي توافق، وقبل ما جارتها تشوفه وبتدخله الاسانسير بسرعه. وساعتها جوردن بتعاملها بطريقه وحشه عشان ما تتدخلش تاني في حياتها، وبعدها بتدخل اوضتها وبتلبس مجوهراتها وهدومها الغاليه وبتحط المكياج بتاعها، وبعدها بتنزل في الاسانسير وبتضرب ولد صغير على دماغه زي ما هي متعوده، وبتروح تاخد القهوه زي ما هي متعوده برضه، وما بتقفش في الطابور لانها بتدفع فلوس زياده. وبعدها بتطلع لفينوس عامله الجراج، لكن بتتصدم لما بتلاقي شويه شباب قاعدين على العربيه. ساعتها بتتعصب عليهم وبتبعدهم، وبتهدد فينوس ان هي لو شافت حد واقف جنب عربيتها تاني هتطرده من الشغل، وبتركب عربيتها وبتسوق بسرعه جنونيه لدرجه ان هي كانت هتتسبب في حادثه فظيعه. وفي الطريق بتتصل بابريل وبتزعق لها علشان كانت طالبه منها تجيب حد يعدل كرسي العربيه علشان هي مش مرتاحه. ساعتها ابريل بتتوتر وبتخبط في زميلها بريستون غصب عنها وبتوقعه، وهنا بنلاحظ ان بريستون معجب بيها، ومن غير ما يفكر بيقول لها تعرض فكره الابلكيشن بتاعها على جوردن واللي اسمه ديسكفر ايز، فبتكذب عليه وبتقول له ان هي هتعرضه عليها في الاجتماع. لكن بريستون بيكون عارف كويس ان ابريل هتخاف منها كالعاده لان هي اجلت عرض ابلكيشن لشهور طويله، علشان كده بيشجعها وبيقول لها ان هي هتنجح. ساعتها ابريل بتفرح، لكن في نفس اللحظه بتفكر ان جوردن قربت من المكتب، فورا بتجري عشان تجهز القهوه بتاعتها وتحطها لها على المكتب في مكانها، وفورا بتجري تجهز القهوه بتاعتها وبتحطها لها على المكتب في مكانها بالظبط، لدرجه ان هي بتقيس المسافه بالمسطره. لكن فجاه بتصدم بكونر قاعد قدامها، وكونر ده بيكون اكبر عميل عندهم في الشركه، وبيقوم ساعتها كونر يقعد على الكرسي بتاع جوردن وبيرفع رجليه على المكتب وكمان بيشرب قهوته. وفي الوقت ده ابريل بتكون مرعوبه لان جوردن منع اي حد يدخل مكتبها وهي مش موجوده. لكن فجاه ابريل بتتصدم لما بتلاقي جوردن وصلت فورا، بتروح تقول للموظفين يروحوا على مكاتبهم. وفي الوقت ده جوردن بتشوف الموظفين كلهم واقفين قدام عربيه ابو ستيفي، فبتزعق لهم وبتحذرهم يروحوا على مكاتبهم. ولما ستيفي بتروح تعرض عليها ان هي تعمل لها خدعه سحريه، جوردن بتتعصب وبتطردها، وبعدها بتدخل وبتتصدم بعدد كبير من الكيك بتاع الموظفين موجود على الترابيزه، فبتزعق لهم وبترمي الكيك في السله وبتنبه عليهم محدش ياكل كيك تاني في شركته. وفي الوقت ده ابريل بتقول لها ان كونر في مكتبه وان هي حاولت تمنعه، ولكن جوردن ما بتهتمش لان كونر اكبر عميل عندها، وبتدخل تقعد قدامه وبتسيبه حاطط رجله على المكتب، تفضل قاعده تسمع كلامه عن مسيرته من اول ما ابوه رفض يديله 10 مليون دولار علشان يبدا شركته لحد ما قدر ياخد منه 5 بس. وساعتها راح لجده وجدته واقنعهم بالمشروع بتاعهم وخد منهم ال5 مليون كمان، وقدر يكبر الشركه بتاعته وباعها ب 400 مليون. وقتها بنعرف ان كونر بيقول لها الكلام ده علشان يمهد لها ان هو هيدور على شركه تانية، وده لو ما قدرتش تعمل له الابلكيشن الجديد اللي هيفيد شركته. وهنا طبعا جوردن بتتجنن لان كونر عميل مهم، وبتفضل تقنعه ان هو يديها فرصه تانية، وبالفعل كونر بيوافق يديها مهله 48 ساعه علشان تجيب له فكره مشروع جديد. وبمجرد
ما بيمشي بتجتمع جوردن بكل الموظفين المبتكرين بتوعها، لكن اول ما بتدخل بتلاقي موظف اسمه سكوت بياكل تفاحه، فبتاخد جوردن التفاحه منه وبتلحسها بلسانها وبتديها له تاني وبتجبره انه ياكلها، وبعد كده بتطلب من كل الموظفين يعرضوا عليها افكار جديده للمشاريع، لكن المشاريع كلها ما بتعجبهاش. في الوقت ده بريستون بيقلد صوت ابريل وبيقول لجوردن ان هو عنده فكره، فبتروح جوردن تقف قدام ابريل وقتها، لكن هي بتقول ان هي ما اتكلمتش، فساعتها بتتعصب جوردن وبتخليهم يروحوا وبتخليهم يروحوا يفكروا في مشاريع. وهنا ابريل بتتشجع اخيرا وبتقرر تقترح عليها فكره ديسكفر ايز، لكن جوردن بترفض تسمع اي حاجه تخص المشروع وبترفض تاخد افكار من ابريل بصفتها هي المساعده بتاعتها، وهي اصلا مش قادره تظبط شغلها كويس. تفضل جوردن تزعق لها وتقلل منها طول ما هم موجودين في الشركه. وقتها ستيفي بتتضايق من طريقه جوردن في كلامها مع ابريل، لكن جوردن بتفضل تتنمر عليها زي ما كانوا اصحابها بيعملوا فيها وهي صغيره. بتتضايق ستيفي وبتوجه العصايه السحريه بتاعتها على جوردن وبتتمنى ان هي ترجع بنت صغيره تاني، وساعتها جوردن بتبدا تحس بدوخه وبتأمر ابريل تدرس ستيفي وابوها من الشركه. وبعدها جوردن بتفضل تزعق في الموظفين علشان يشتغلوا، لكن الصدمه ان في اليوم اللي بعده بتتحقق امنيه ستيفي وجوردن بترجع طفله تاني، لكن علشان صاحيه متاخر تقوم تنزل بسرعه علشان تلحق شغلها، وكالعاده بتضرب الولد اللي بيقف عند الاسانسير على دماغه، لكن الولد بيشوفها صغيره زيه فبيهزقها وبيوقعها وبيجري. وبعدها بتروح جوردن تاخد القهوه بتاعتها، لكن المره دي الناس بيضحكوا عليها بيقولوا لها ان الكافيين خطر عليها. وقتها جوردن بتبص على مكنه القهوه تشوف انعكاسها وبتتصدم ان هي رجعت طفله تاني، وبعدها بتروح تاخد مفتاح العربيه علشان تروح الشركه، لكن فينوس ما بيتعرفش عليها وبيكون عاوز يضربها وبيبعدها عن العربيه. تجري جوردن وبتروح تركب الاسانسير وبتطلع للدور اللي فيه شقتها، وجارتها بتشوفها وبتسالها هي بنت مين، اضطرت تكذب وتقول ان هي بنت جوردن وان امها كانت مخبياها. تدخل الشقه فورا، فجارتها هنا تتصل بمؤسسه حمايه الاطفال، وبعدها بنشوف جوردن واقفه قدام المرايه ومصدومه ومش عارفه ايه اللي حصل. في اللحظه دي بتوصل ابريل بالهدوم بتاعتها، وبتكون جوردن بتفتح صندوق قديم عندها وبتكون محتفظه فيه بكل ذكرياتها القديمه، وبتلبس النضاره بتاعتها اللي كانت سبب في تنمر زمايلها عليها. وبعدها بثواني ابريل بتفتح الباب وبتدخل، بتلاقيها بشكلها الجديد، وده طبعا ما بتصدقش ان هي جوردن، وفورا بتتصل على رقم جوردن وبتتصدم لما بتلاقي التليفون مع البنت الصغيره، فبتتاكد ان هي جوردن، لان جوردن عمرها ما كانت هتسيب تليفونها ابدا لاي حد. وعشان جوردن تاكد لها اكتر بتقول لها عن اول شخص كانت مرتبطه بيه لما كانت صغيره، وهنا ابريل بتتصدم لان ما حدش عارف الموضوع ده بتفاصيله غير جوردن. فبتقرر ابريل ان هي تستغل الفرصه وبتبدا بقى ان هي تتعالى عليها زي ما كانت جوردن بتعاملها بغرور، وما بتوافقش ابريل تساعدها في الكارثه اللي هي فيها غير لما تحترمها الاول. وبتبدا ابريل تعمل بحث عن سبب رجوع جوردن لشكلها الطفولي. اما جوردن فبتروح تحضر كيس تكيلا تشربه، ولكن هنا بتخبط عليهم العامله بي واللي بتكون عميله في مؤسسه حمايه الاطفال. وقتها جوردن بتصدم لما بتفتح الباب وفي ايديها التكيلا، وفورا بتخبيها ورا ظهرها. بتقعد جوردن وابريل قدام العامله بي، وابريل بتقنعها ان جوردن تبقى بنت اخوها وان هم مستنيين الفرصه علشان يروحوا له. وفي الوقت ده بي بتقول لهم ان لحد ما ده يحصل لازم جوردن تدخل مدرسه وتاخد الرعايه الكامله، والا ابريل بصفتها الوصيه عليها هتتسجن. فبتضطر طبعا جوردن وابريل ان هم يوافقوا على طلب العامله بي، لكن جوردن بتصدم لما بتعرف ان المدرسه اللي قريبه منهم تبقى مدرسه ويندرسون اللي كانت فيها وهي صغيره. في اللحظه دي جوردن بترفض تروح المدرسه، لكن ابريل بتوعد العامله ان هي هتقدم لها في المدرسه علشان ما تدخلش السجن. لكن بعد ما بتمشي بيه جوردن بتقول لابريل ان هي مش هتقدر تروح المدرسه وتسيب شركتها، لكن ابريل بتقول لها ان ما حدش هيصدق ان هي جوردن، والحل الوحيد ان هي تكون مكانها لحد ما يحل مشكلتها. ولكن ابريل بتشترط عليها وقتها ان هي توعدها بترقيه وتخليها مسؤوله الابداع في الشركه، يعني تنسى خالص موضوع المساعده بتاعتها. ووقتها جوردن بتاخد بالها ان ابريل بتستغلها، لكن بتضطر ان هي توافق. وبعدها ابريل بتقول لها ان المديره الجديده لازم تغير شكلها، وساعتها بتقرر ابريل تلبس اشيك طقم عند جوردن، وبينزلوا الاثنين وبياخدوا مفتاح العربيه من فينوس. وبتكون ابريل وقتها فرحانه بالعربيه رغم ان هي ما بتعرفش تسوق اساسا، لكن بتمشي ورا تعليمات جوردن لحد ما بيوصلوا عند المدرسه. واول ما بيوصل جوردن بيقول لابريل ان عندها ذكريات سيئه في المدرسه، لكن ابريل بتقول لها ان هي مش هتتسجن عشان تحقق طلبها. بتتعصب جوردن وبتفضل تقلل منها كالعاده، ولكن المره دي ابريل بتنزل من العربيه وبتشدها وبتخرجها بالعافيه، وبيفضلوا الاثنين يتخانقوا. طبعا لما بيشوفهم حارس المدرسه بيكون مصدوم، خصوصا لما جوردن بتفضل تتحرك حوالين ابريل وبتضربها لحد ما ابريل بتتعصب وبتمسكها وبتعاقبها قدام الناس، وبعدها بتاخدها وبيدخلوا يقابلوا ايفان. بيقرر يعرف جوردن على المدرس الوسيم مارشال اللي هتكون في الفصل بتاعه، واول ما بتشوفه جوردن وسيم جدا بتغير رايها وبتروح معاه الفصل، وبتدخل المره دي الفصل بكل ثقه لان هي اكتسبت ثقه كبيره طول حياتها، وبتحاول ان هي تسيطر على الفصل، لكن كل زمايلها بيتنمروا على شكلها زي ما حصل معاها زمان. فبتحاول تعالج الموضوع، تكلم بنبره حاده، وبتظهر هنا طالبه اسمها جاسمين وبتصورها وبتتريق عليها، فبيتضايق مارشال من تصرفها وبيزعق لها، لكن جاسمين ما بتهتمش بكلامه. تعلن عن ميعاد تجربه الاداء لمواهب المدرسه المؤهله للعرض وان شاء الله بتاع السنه دي،
وبعدها مارشال بيروح يتكلم مع جوردن علشان تحاول تبني صداقات مع زمايلها، لكن بيقلق من نظرات جوردن وهي بتتغزل فيه، وساعتها بيفكرها ان هو المدرس بتاعها وبيخليها ترجع تقعد مكانها. وبعدها بتخرج جوردن وقت البريك وما بتاخدش بالها ان جاسمين وشلتها بيحطوا الشفاطات في شعرها، علشان كده تدخل صاله الاكل بتكون مستغربه من كلام طلاب المدرسه اللي بيضحكوا عليها، لحد ما بتلاقي 3 طلاب غلبانين بتقعد جنبهم، وساعتها جوردن بتتعرف عليهم، واول واحده فيهم بيكون اسمها رينا، وولد اسمه ديفيون، وولد اسمر تاني اسمه ايزاك، وبيكون ايزاك صوته حلو جدا، وبنعرف ان رينا وديفون وايزاك متعاطفين معاها. وساعتها رينا بتشيل شفاطه من على شعر جوردن وبتعرفها ان الطلاب كانوا بيضحكوا عليها ليه. وبعد ثواني بتفتح جوردن تليفونها وبتلاقي الفيديو اللي جاسمين صورته ليها في الفصل قالب السوشيال ميديا، وطبعا بتتضايق، لكن بتنسى كل ده لما بيوصل الدليفري ومعاه الاكل اللي طلبته، لان اكل المدرسه ما بيعجبهاش، لكن مارشال فورا بيروح ياخد منها الاكل وبيقول لها ان ممنوع اي طالب يجيب اكل من بره. ساعتها بتتضايق جوردن وبتروح تتصل على ابريل علشان تيجي تاخدها، لكن ابريل بتكون متوتره لان هي في اول اجتماع ليها بصفتها المديره، لكن جوردن بتهديها وبتقول لها تلبس السماعه في ودانها وتعمل كل اللي هتقول لها عليه. وفجاه ابريل بتلاقي بريستون طالع من عندها المكتب وبيقول لها ان هو سامع ان جوردن مريضه، وطبعا بريستون بيكون جاي يشجعها وبيقول لها ان هو متاكد من نجاحها وبيقول لها ان شكلها حلو، لكن في الاجتماع ما حدش من الموظفين بيكون عامل لها اعتبار، لحد ما بتزعق لهم بتوجيهات من جوردن بتطلب منهم يقولوا الافكار اللي جابوها لمشروع شركه كونر، لكن للاسف بيتجاهلوها برضه ويفكروا ان هم يدوروا على وظيفه جديده، لكن في اللحظه دي بتقرر ان هي تزعق وتتعصب وتكسر في المكان زي جوردن، لكن ما بتعرفش لان دي مش شخصيتها، علشان كده بريستون بيطلب منها ان هي تحاول تبقى نفسها وما تتصرفش بنفس اسلوب جوردن. وبعدها ابريل بتروح تاخد جوردن من المدرسه وبيروحوا يشتروا لبس جديد وبيقعدوا في كافيه علشان خاطر يتغدوا، وهنا جوردن بتنسى ان هي طفله وبتطلب ازازه تيكيلا، لكن ابريل بتدخل وبتقول للجرسون ان هي بتحب الهزار، واثناء ما هم قاعدين ابريل بتسال جوردن عملت ايه مع المدرس الوسيم مارشال، بتحرج جوردن وبتقول لها ان هي كانت بتتمنى تقابله وهي كبيره. وبعدها جوردن بتقول لها ان هي واخده بالها من نظرات الاعجاب المتبادله بينها وما بين بريس، لكن ابريل بتقول لها ان هم مجرد اصدقاء. وهنا بنكتشف ان جوردن وابريل عندهم مشكله في الارتباط لانهم مش بيثقوا في الرجاله، ولكن جوردن بيكون عندها حجه وهي انها عاوزه تركز في شغلها وتكبر شركتها. وبعدها ابريل بتشرب كاس التكيلا وما بتاخدش بالها ان جوردن بتشرب معاها، ويكون الناس حواليهم مصدومين، وفجاه جوردن وابريل بيفقدوا السيطره وبيقوموا يغنوا وسط الناس، وبرغم ان الناس في البدايه بيكونوا مستغربين لكنهم بعد شويه بينسجموا معاهم وبيغنوا وبيرقصوا كمان. وبعدها ابريل بتاخد جوردن وبتوصلها للبيت، لكن جوردن بتطلب منها ان هي تبات معاها لان هي خايفه تقعد لوحدها، فبتضطر ابريل توافق وبتقعد تسرح لها شعرها ويتفرجوا على فيديو لمديره بتهزق الموظفين بتوعها، وبتكون دي المثل الاعلى بتاعت جوردن في الاداره. وبمجرد ما بتشوفها ابريل بتعرف ازاي جوردن اتعلمت الوقاحه، لكن جوردن قررت تحكي لها عن السبب الحقيقي وبتقول لها ان هي وهي صغيره زمايلها كانوا بيتنمروا عليها لحد ما ابوها نصحها تتعلم وتكبر علشان تبقى صاحبه عمل، ولما كبرت قررت ان هي تهاجم الناس قبل ما هم يهاجموها ويتنمروا عليها. فجاه هما بيتكلموا بيدخل ترايفو اللي كان بيحب جوردن قبل كده ويفضل يرقص قدامهم لحد ما بيقرب عليهم وبيتصدم بوه. ساعتها بيكذبوا عليه وبيقولوا له ان هي تبقى بنت جوردن، فبيتاثر ترايفور وقتها وبيفكر ان جوردن كانت بتهرب منه علشان تربي بنتها، ولانه بيحب جوردن بجد فبيقرر يغير من شخصيته علشان يساعدها في تربيه بنتها زي ما هو فهم. وفي اليوم اللي بعده بتصحى ابريل بدري علشان خاطر تروح شغلها وتوصل جوردن للمدرسه، لكن جوردن بتكون خايفه من ان جاز وشلتها يتنمروا عليها تاني، ولكن وقتها ابريل بتبص لجوردن وبتقول لها ان كل انسان بيتمنى ان هو يرجع طفل من تاني علشان يصحح قرارات خدها زمان، ودلوقتي بما ان هي اتعلمت حاجات كتير طول السنين اللي فاتت عندها فرصه تغير الماضي وتصحح قراراتها وقت طفولتها. وبالفعل جوردن وقتها بتتحمس وبتقرر تروح المدرسه بلبس انيق، وساعتها بتصير اعجاب كل الطلاب واولهم جاسمين. وهنا بنلاقي رينا وديفون وايزاك فرحانين بيها بيطلبوا منها تشارك معاهم في الاستعراض اللي هيقدموه في حفله وينشال، فبتوافق جوردن وبتروح تتفرج عليهم، لكن بتكون ناويه ما تشارك لان هي معقده من الموضوع ده بسبب اللي حصل لها زمان. وبعدها بيجي دور ايزاك بيدخل يغني قدام جاز، لكن للاسف بيتوتر وما بيعرفش يقول اي حاجه، وحتى لما دايفون ورينا بيدخلوا يلحقوه بيتلخبط في الرقصه بتاعته، ومع ذلك جاسمين بتقبلهم فبيخرجوا هم فرحانين، ولكن جوردن بتعرفهم ان جاسمين قابلتهم علشان تتريق عليهم، وفي الوقت ده بتطلب منهم ينسوا موضوع الحفله تماما وبتاخدهم للبيت تلبسهم اشيك هدوم عندها وبيتصوروا بينزلوا الصور على السوشيال ميديا، وما بيعديش وقت كتير والصور بتاعتهم بتنتشر وبيجي لهم اعجابات كتير جدا، وكمان جاسمين بتعجب بيهم. وساعتها جوردن بتقول لهم ان هي عوضتهم عن الحفله وتخليهم ياخدوا الهدوم وينزلوا للسواق بتاعها علشان يوصلهم. وبعدها بتلاقي ترايفور جاي يقعد معاه وعاوز يبين قدام جوردن ان هو اتغير، لكن بيتصدم لما جوردن بتقول له ان امها مسافره في شغل. بتحس هنا جوردن ان هو صادق وبيحبها فعلا، فبتقرر تدخله تتكلم معاه علشان تعرف عنه. في الوقت ده ابريل ويستون بيعملوا الاجتماع ولكن بطريقه ابريل، وساعتها
وساعتها ابريل بتقول لزمايلها ان هم فريق واحد وان هم هيحققوا نجاحهم سوا، لكن فجأة بيتصدموا بكونر داخل عليهم وبيدور على جوردن. فبتقول ابريل لكونر ان جوردن تعبانه وقاعده في البيت، تبعت لها رساله تعرفها ان كونر موجود في الشركه، لكن جوردن بتكون مشغوله بالكلام مع ترايف وما بتاخدش بالها من التليفون وبتكون مبسوطه من حبه ليها. بتقرب من ترايف فبيشك في تصرفاتها وبيسيبها وبيجري، وبعدها بتمسك تليفونها تتصل بابريل وبتطلب منها تلبس السماعه في الاجتماع، لكن ابريل بتقفل في وشها وبتقرر تقترح على كونر ابلكيشن ديسكفر ايز بتاعها، واللي بيكون عباره عن ان الشخص بيشوف العالم لكن من وجهه نظر الاطفال. وساعتها بيعجب كونر الفكره وبيقول لها ان هو هيجي بكره علشان تشرح له المشروع بالتفصيل. طبعا بريستون والموظفين بيكونوا فرحانين بنجاح فكره ابريل، لكن للاسف لما جوردن بتعرف ان ابريل عرضت فكرتها على كونر تعصب وبتفضل تزعق لها وبتتهمها بالخيانه لان هي عرضت فكرتها، فبتفكرها ابريل وقتها ان هي اللي قالت لها لازم تتمسك بالفرصه. لكن مع ذلك جوردن بتكون غضبانه تفضل تقلل منها، لكن المره دي ابريل بتتعب من تحكم جوردن وبتقرر تسيب الشغل نهائيا. وفي الوقت ده جوردن بتلاقي بريستون وواسكوت وميليسا وبيكونوا متضايقين من طريقتها مع ابريل وبيكونوا مستغربين لان الوحيده اللي تقدر تتصرف كده هي جوردن. وبعدها جوردن بترجع البيت وبتفضل تندب حظها وبتلوم نفسها على تصرفها مع ابريل. وبعد ثواني بتلاقي رينا بعت لها رساله وبتقول لها ان هم مستنيينها تتفرج معاهم على العرض وان شاء الله. فبتقرر وقتها تغير هدومها وتنزل تسرق العربيه بتاعتها، ترمي جردل الميه في وش فينوس باقصى سرعه بتتحرك بالعربيه في طريق المدرسه. وفي الوقت ده ابريل بتكون بتلم حاجتها من المكتب وفجاه زميلها بيجيب لها ورقه فيها عنوان ستيفي وابوها، فبتاخد منه الورقه وبترميها في السله، لكن ما بيهونش عليها 10 سنين وبتقرر تروح تجيب ستيفي علشان ترجع جوردن لطبيعته. وفي الطريق بتتصل ابريل بجوردن علشان تعرفها، فبتقول لها جوردن ان هي سمعت نصيحتها وفي طريقها للتغيير الماضي. وبعدها على طول بتوصل جوردن المدرسه وبتروح لرينا وايزاك وديفون تشجعهم ان هم يتمسكوا بحلمهم وينفذوا الاستعراض بتاعهم، لكن للاسف بيكونوا خلاص اقتنعوا بنصيحتها القديمه واختاروا ان هم ما يكونوش موجودين في العرض. وساعتها جوردن بتقتحم المسرح وفي لحظه وصول ابريل ومعاها ستيفي وبتقرر جوردن تعمل الاستعراض بتاعها قدام الطلاب. وفي الاول جاسمين بتكون فرحانه ان زمايلها بيتنمروا على جوردن، لكن فجاه كلهم بيعجبوا بالعرض وبيبداوا يسقفوا لها وبيهتفوا باسمها. وساعتها جاسمين بتفضي صندوق الزباله قدام مروحه وتوجهها على جوردن، فبتقع من على المسرح وهنا كل الطلاب بيضحكوا عليها وبيطلبوا منها تطلع بره، لكن ايزاك بيكون ليه راي تاني وبيفضل بكل ثقه يغني بصوته الحلو. ورينا وديفون بيروحوا يرقصوا معاه، ولما الطلاب بيعجبوا بالاستعراض بيروحوا هم الثلاثه يشدوا جوردن علشان ترقص معاهم، بينتصروا اخيرا على جاسمين الحقوده. وبعدها ايزاك رينا وديفون بيشكروا جوردن لان هي خلتهم يكتشفوا نفسهم، وبعدها بثواني اهلهم بييجوا ياخدوهم. وبعدها ابريل بتجيب ستيفي علشان تتمنى ان جوردن ترجع كبيره تاني، لكن للاسف المعجزه ما بتحصلش تاني. وساعتها جوردن بتقتنع ان رجوعها طفله تاني كان ليه حكمه. وفي الوقت ده جوردن بتستغل الفرصه وبتعتذر لابريل، وكمان بتفاجئهم ان هي قرأت الفكره بتاعتها واعجبت بيها. وبعدها بتوافق ان ابريل تعرض المشروع على كونر وبتقول لها ان هي صديقتها الوحيده. في اليوم اللي بعده بتصحى جوردن بتلبس النضاره، لكن المفاجاه ان هي بترجع كبيره تاني، وبمجرد ما بتقف قدام المرايه بتشوف شكلها بتطير من الفرحه وبتلبس فساتين لطيفه وبتروح بسرعه على الشركه وبتكون اول المساندين لابريل في بدايه حياتها. لكن للاسف كونر بيرفض الفكره وبيقطع التعامل مع جوردن وشركتها، ومع ذلك جوردن بتطمنها ان هي هتفضل في ظهرها لحد ما يبيعوا وساعتها الشركه كلها هتستفيد مش هي بس. ومن بعد رجوع جوردن لطبيعتها غيرت طريقتها القديمه واتجوزت حبيبها ترايفر. وفي وقت ما بتكون ابريل حزينه علشان ما حدش راضي يشتري فكرتها، جوردن بتنادي على كل الموظفين وبتفاجئهم ان هي باعت فكره المشروع، وابريل كمان قررت تخليها شريكه معاها. وده غير ان هي بترجع ستيفي وابوها يبيعوا كيك في شركتها وبيعملوا حفله، واللي بيحييها هو ايزاك ورينا وديفون. بعد ما كانت جوردن عايشه وحيده في معاناه مع عقدها النفسيه قدرت تكتشف حقيقتها وبقى عندها اصدقاء وناس كتير بيحبوها.